يا مساء الهنا. من غير غرور كده وما تقوليش انت مغروره، انا بعمل احلى طبق كشري ممكن تاكليه. مش هقولك زي المحلات، لا والله احلى كمان من اكبر محلات الكشري. بخطوات سهله وبسيطه هتطلعي احلى طبق كشري، كل اللي ياكله من ايدك يقولك تسلم ايدك، انا ما اكلتوش في اكبر محلات. تعالي نسمي بالله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض، ونمشي كده على الخطوات هتطلعي احلى طبق كشري لولادك وما ياكلوهوش من بره تاني. هنسمي بالله. واول حاجه لازم نعملها خالص هو البصل. والبصل نجاح من ضمن نجاح طبق الكشري. عشان تطلعي بصل مقرمش وجميل كده خطوات بسيطه كده لازم نعملها مع بعض، وهي اولها نوع البصل. البصل لازم يكون ابيض اللي هو البصل الذهبي. لو مفيش هنستخدم الاحمر، بس طبعا الاحسن الابيض. هنقشره ونغسله ونقطعه جوانح او شرايح كبيره زي ما انت شايفه كده، ما تقطعهاش رفيع. بعد كده هنحط من معلقتين ل3 دقيق على حسب كميه البصل اللي انت عاملاها. انا عامله كميه كبيره شويه. وبعد كده هرش رشه من الملح وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي لما اتاكد ان كل البصل اتغلب في الدقيق كويس. في الوقت ده بقى هكون مسخنه زيت، دي برضو مهمه جدا عشان البصل بتاعك يطلع حلو يكون زيت كتير. بس انا قلت قبل ما اقلي البصل اقلي شويه عيش كده عشان يبقى التوست بتاع اللي بنجيلنا مع الكشري. التوست المقرمش ده بيبقى حلو قوي وسهل وطريقته بسيطه جدا. عيش شامي بقطعه 4/4 والربع بقسمه 2 زي ما انتوا شايفين كده. تحطوه في الزيت يكون سخن، الزيت سخن، وما نمشيش خالص ولا نتنقل من جنبه، لان هو ما بياخدش وقت خالص في التحمير يعني. هقلبه لحد ما ياخد اللون اللي برضو انا عايزاه. وبعد كده هكون عندي صينيه او مصفى اي حاجه حاطه فيها ورق زبده او مناديل مطبخ اللي موجود عندك، مفيش اي مشكله. بصوا اللون بقى ما بيطلعش شارب زيت ولا اي حاجه. هو سخن كده ارش عليه شويه ملح، ملح بكمون بشطه، وقدميه بقى بألف هنا وشفا. نرجع بقى للبصل. زي ما انتوا شايفين الزيت بتاعي سخن قوي وزيت كتير اكني هقلي بطاطس. وبنزل البصل شويه بشويه، ما بنزلوش كله مره واحده زي ما انتوا شايفين. تاني حاجه بقى ما اقلبش البصل خالص، بسيبه الاول كده لحد ما احس ان البصل من تحت خد لون. ما باجيش عنده خالص بتاع يعني 4 دقايق 5 دقايق على نار عاليه. في الوقت ده بقى انا سلقه العدس والحمص، حبيت اوريهولكم بس كده ان انا سلقاه ميه عاديه خالص. بعد كده بقى هرجع للبصل، نبتدي بقى في الوقت ده نقلب. ليه ما بقلبوش؟ لو قلبته اول ما انزله البصل هيتكسر وينعم، وانا مش عايزه البصل بتاعي ينعم، انا عايزاه يبقى دي شخصيه كده وكل بصلايه باينه ويبقى مقرمش وحلو. في الوقت بقى ده خلاص خد اللون ده، انا ما بمشيش من جنبه، بفضل اقلب فيه على طول تقليب مستمر عشان كله اللون بتاعه يبقى موحد ويطلع باللون الجميل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله مش شارب زيت خالص. الزيت ده بقى انا هقول لكم استخدامه ايه دلوقتي، عشان كده قلت لكم لازم نحمر البصل اول حاجه. بطلعه على مناديل مناديل مطبخ او ورق الزبده في طبق واسع وبفرده، ما بكوموش كله في طبق ضيق. واول ما بيبرد بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا دي التوست اهو اللي احنا عملناه مع بعض، بصوا برده مقرمش وجميل ازاي كده. خلاص خلصنا التوست والعيش، وممكن نعملهم من اول اليوم مفيش اي مشكله خالص، ونركنهم لحد ما نبتدي نعمل بقيه الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنعملها في الوصفه هي الصلصه، لانها لو بردت هنقدر نسخنها مفيش اي مشكله خالص. باخد بقى من الزيت، لو انتوا تلاحظوا اهو خدت من الزيت اللي احنا محمرين فيه البطاطس البصل، وراس توم كبيره حلوه كده هرساها ناعم. ابتدي اقلبها لحد ما تاخد اللون الاصفر الحلو الجميل ده. ناخد بالنا عشان ما تتحرقش، عشان لو اتحرقت هتمرر. معايا طماطم، طبعا هنا الكميات على حسب انتوا عاملين قد ايه، انا بديكوا الطريقه والكميات براحتكم انتوا. بحط ملح، بظبط الملح بتاعي، وكزبره وكمون. ما تحطيش اي حاجه للكشري غير كده، ما تحطيش اي بهارات خالص للكشري، هو كزبره وكمون وطبعا شطه للي يحب. ونظبط الملح بتاعنا ونركن الصلصه تتسبك. هنا بقى في تركيه صغيره كده هقولها لك للصلصه تعمليها، هتخلي لك الصلصه بتاعتك حلوه جدا وطعمها حلو. دول شويه بصل من اللي احنا محمرينهم في الاول، ممكن تضربيهم في الكبه او على ايدك. بصوا هو مقرمش فبيتبرش بسرعه. خدت شويه بس صغيرين كده وحطيتهم بعد الصلصه ما اتسبكت، وهقلبهم تقليبه وهطفي النار. بيدوا طعم حلو قوي للصلصه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. عملنا الصلصه، هنعمل الرز.
الكشري على فكرة مش لازم تبقى أكلة من أكلات آخر الشهر ولا الكلام ده، الكشري ممكن نعمله في أي وقت لأنه أكلة حلوة جدا وكل المصريين بيحبوها، متهيألي مفيش حد ما بيحبش الكشري. خدت برضو من الزيت اللي قليت في البصل في أول الفيديو، وحطيت كوباية من الشعرية وقلبتها زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد اللون الأصفر ده. وبعد كده هحط كوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس. قلبي كل الكلام ده كده كله مع بعضه لحد الرز بتاعك ما ينشف من الميه بتاعته والرز يتشوح حلو جدا. بصوا بقى مفلفل ازاي عشان الرز بتاعك يطلع مستوي قوي. هزود بميه طبعا، مش هزود بشوربه، وهملح. بس هنا زياده الرز هخليها قليله سنه. رز الكشري يا بنات ما بيبقاش مستوي قوي، بيبقى مفلفل ويعني مش مفلفل قوي يعني. فاهمين انتوا؟ فاهمين قصدي؟ مش قصدي مش مستوي قوي، بيبقى مفلفل يعني كل رزايه من نفسها كده مع حالها. بقلل شويه الزياده بتاعته، وبعد كده بسيبه على نار متوسطه. اول ما بيتشرب زي ما انتوا شايفين كده بهدي عليه النار بقى واركنه على جنب يستوي براحته خالص. خطوات الكشري سهله جدا وبسيطه، اعملي كل اللي انا بقولك عليه ده وان شاء الله تطلعي احلى طبق كشري. هغطيه بقى واركنه على جنب، مفيش اي مشكله خالص، على نار هاديه بقى لحد ما يستوي. في الوقت ده انا بغلي الميه طبعا للمكرونه، والمكرونه بنعملها اخر حاجه. خدت برضو شويه من الزيت اللي قلينا فيه البصل في اول الفيديو. خدوا بالكم عشان كده احنا بنقلي البصل في الاول، بيخلي لك الكشري كله طعمه حلو قوي. وملحت الميه وبعد كده هحط المكرونه. دي مكرونه سباكيتي، انا بقطعها يعني 4 أو 5، يعني عود المكرونه كده بقطعه على 4 أو 5 على حسب ذوقك انتي. وهنا طبعا المكرونه المرمريه بحط الاتنين قد بعض، يعني بحط سباكيتي قد المقصوصه اللي هي المرمريه الصغيره دي، وبغطيها لحد ما بتستوي. وانا هنا ما بسويش المكرونه بتاعتي خالص، انا بسويها 3/4 سوا، يعني بنزلها فيها عضه شويه عشان عقبال ما بنبردها ونسيبها شويه هي بتكمل سواها. خدوا بالكم من المعلومه دي عشان الكشري بتاعكم ما يبقاش معجن. تعالوا بقى نعمل الدقه. معايا 4 أو 5 فصوص توم مهروسين ناعم قوي، كمون وكزبره وشطه طبعا اساسي، دقه يعني شطه. وبعد كده هنحط بقى الملح طبعا، وهنا الملح على حسب انت عامله كميه قد ايه. وهنحط ليمون من 2 ل 3 على حسب برضو الكميه اللي انت عاملاها. انا حاطه هنا 2 للبرطمان ده، حاطه 2 زي ما انتوا شايفين كده. وهكمل ربع البرطمان ده خل، يعني تقريبا قولي ربع كوبايه خل مثلا. انا نسيت اقولك بقى، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تتابعيني وخدي لفه كده في القناه، ان شاء الله فيديوهاتي هتعجبك. هكمل بقى بميه سخنه او بارده مش فارقه، بس لو سخنه هتبقى احلى. لو انت عاملاه من اول النهار وهتسيبيه لاخر النهار، فاهمه يعني؟ عشان التوم ريحته ما تغيرش. قلبي بقى ده كده، وادي كده الدقه خلصت بمنتهى البساطه. الكشري بتاعي كله خلص. انا بعمل الكشري ما بيكملش ساعه، ساعه ونص ببقى مخلصه، على حسب طبعا الحاجه ما بتاخد وقت في التسويه عشان ببقى مشغله العيون كلها. لكن في التصوير طبعا انا وريتكم حاجه حاجه. المكرونه والرز والعدس والحمص والصلصه طبعا، وكده الكشري بتاعنا خلص. حطي طبقك بقى بالطريقه اللي تعجبك، حابه تحطي الرز الاول المكرونه الاول، ده على حسب ذوقك. الكشري اكله مصريه كلنا بنحبها، طعمها حلو جدا، جربوها بطريقتي ان شاء الله هتعجبكم. والصلصه تحفه، وجربوا التركه اللي قلتها لكم في الصلصه ان شاء الله هتعجبكم قوي وهتخلي لكم طعم الكشري بتاعكم مميز، واي حد ياكل من ايدك الكشري ان شاء الله هيعجبه. وزي ما قلت لك قدمي بالطريقه اللي تريحك. وسبحان الله الكشري الاكله الوحيده اللي تعمليها في حله واحده، يعني كلها تبقى مغروفه مع بعض، لكن كل طبق في البيت ليه طعم مختلف. ناس بتحب الصلصه كتير، ناس بتحبها قليل، ناس بتحب العدس، ناس بتحب الحمص، ناس بتحب البصل اكتر، ناس ما بتحبوش. فكل طبق كشري ليه طعم مختلف. اتمنى تكوني استفدت اي حاجه من الفيديو بتاعي. وطبعا الدقه اهي هسيبها على جنب للي يحب يحط في طبقه، لان احنا هنغرف بعد كده في الاطباق الصغيره. وجربي التوست حلو قوي. اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكي واستفدتي اي حاجه مني.